والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلبة، اليوم نكمل المحاضرة الثانية لتعليم طرق جديدة وسهلة وبسيطة لحفظ جدول الضرب. نقدر نلغي الحفظ لجدول الضرب ونتعلم طريقة ثابتة وهي واحدة فقط لجدول الضرب. هاي الطريقة تستخدم فقط إذا ضربنا عدد في عدد. أي ضرب عدد في عدد ماذا نفعل؟ مثلا عندنا 9 في 8، 7 في 8، 9 في 6، 6 في 8، 9 في 7. هاي الأرقام اللي أمامك هسه راح نجي شلون نطلع ناتج الضرب. 9 في 8 ايش راح نقول؟ نقول هاي التسعة بعد لها شقد وتصبح 10، بعد لها شقد وتصير 10، بعد لها 1. هاي الثمانية بعد لها شقد وتصير 10، بعد لها 2. راح نجي نضرب 1 في 2 ويساوي لنا 2 وثم نطرح على هاي الطريقة. 8 ناقص 1 ويساوي لنا 7. إذا 9 في 8 يساوي 72. اللي ما افتهم الأولى راح نتعلم الطريقة الثانية أو العدد الثاني. 7 في 8 نقول هاي السبعة بعد لها شقد تصير 10، بعد لها 3. هاي الثمانية بعد لها شقد تصير 10، بعد لها 2. راح نجي نضرب 3 في 2 ويساوي لنا 6 وثم نطرح بهذه الطريقة. شوف 8 ناقص 3 ويساوي لنا 5. 7 في 8 ويساوي لنا 56. راح نكمل. 9 بعد لها شقد تصير 10 1. 6 بعد لها شقد تصير 10 4. نضرب 1 في 4 ويساوي 4 وثم نطرح 6 ناقص 1 ويساوي لنا 5. إذا 9 في 6 يساوي 54. انتبه، 6 بعد لها شقد تصير 10 4. 8 بعد لها شقد تصير 10 2. راح نضرب 4 في 2 ويساوي لنا 8 ثم نطرح 8 ناقص 4 يساوي لنا 4. إذا 6 في 8 يساوي لنا 48. 9 في 7 9 بعد لها شقد تصير 10 1. 7 بعد لها شقد تصير 10 3. ثم نضرب 1 في 3 وثم نطرح 7 ناقص 1 يساوي لنا 6. إذا 9 في 7 يساوي لنا 63. خلينا نتعلم طريقة أخرى. حاصل ضرب عددين في عددين. مثلا عندي 14 أريد أضربها مثلا في 12. 14 في 12 راح نجي على الرقم الأول هو رقم العشرات هو 1. أسحب خط 1. رقم الأحاد هو 2. أسحب خطين. صار عندي هاي 12. هاي الخطين 2 وهذا الخط 1 يعني 12. أروح على العدد الثاني رقم الأحاد 1. أسحب خط باتجاه المعاكس عمودي. أجي على اليمن على 4 أسحب 4 خطوط عمودية. 1 2 3 4. ايش راح اسوي هسه؟
راح اسحب زاوية او اصنع زاوية بالاتجاه السفلي، واصنع زاوية بالاتجاه العلوي، واعوف الوسط. اجي احسب نقاط التقاطع. 1، احسبوا وياي، 1 2 3 4 5 6 7 8. هاي 8 طلعت. احسب الوسط ما في زاوية. شوف هذا الوسط، 1 2 3 4 5 6. اجي احسب الزاوية الاخرى. هاي نقطة التقاطع هي 1، اذا اصبح الناتج 168. اذا 14 في 12 108 وش قد؟ 60. اعطيك مثال اخر. مثال ثاني. عندي 14 في 16. تعلمنا ناخذ رقم العشرات 1، نسحب خط 1. رقم الأحاد هو 6، نسحب 6 خطوط. 1 2 3 4 5 6. هاي ال6 بمعنى رقم الأحاد، وهذا الواحد اللي يمثل رقم العشرات يعني 16. نجي على الرقم الثاني، رقم العشرات 1. أنزل خط باتجاه العمودي باتجاه الأول، باوع عموديا، هذا الواحد. أما ال4 أنزل 4 خطوط. 1 2 3 4. هسه ايش راح اسوي؟ راح اصنع زاوية بالمنطقة السفلى، واصنع زاوية بالمنطقة العليا، واجي احسب نقاط التقاطع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 4 باليد 2. 4 باليد 2، ما اخلي ال 24 كلها، 4 باليد 2. اجي احسب المنطقة الأخرى هي المنطقة الوسطى. نقاط التقاطع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عندي باليد 2 12. 2 باليد 1. اجي احسب المنطقة الأخرى. نقاط التقاطع ايش قد عندي؟ 1. عندي 1 باليد، صار عندي 2. اذا الناتج 224. اذا 14 في 16 يساوي لنا 224. اخذ بعض طرق اخرى. شوف هاي الفكرة الثالثة. أي عدد في 11، أي عدد إذا أضربه في 11 إيش راح أسوي؟
أنزل نفس العدد وثم أجمع العدد ويوضع وين؟ في منتصف العددين. ركز وياي هنا. مثلا عندي 18 في 11. أول ما نزل العدد هو 18، أترك فراغ بالوسط على مود الجمع مالهم راح يكون وين؟ في المنتصف راح يكون 9. أنزل 18، أترك فراغ، أجمع 8 ويا الواحد إيش قد؟ 9، راح يكون في منتصف العددين، يصبح الناتج 198. أخذ وحدة ثانية، مثلا 26 في 11. أنزل العدد 26 واترك فراغ بالوسط على مود الجمع مالهم يكون هو بالوسط. 6 زائد 2 8، ويصبح الناتج 26 في 11 286. أخذ وحدة ثالثة، مثلا عندي 76 في 11. أنزل 76، ركز وياي هنا، أريد تركيز هنا. أنزل 76، أجمع 6 مع 7 13. هاي ال 13 مو كلها أخليها بالوسط، أخلي 13 أخلي 3 باليد، الواحد ينضاف على 7 يصبح عندي 836. شوف مثلا عندي 65 في 11. أنزل ال 65، أترك فراغ بالنص، أجمع 5 و6 11، أقول 1 باليد 1، ال6 راح تصبح ايش قد؟ 7، يصبح الناتج 700 وايش قد؟ و15. وآخر طريقة راح أعطيك إياها على مود نكمل بالمحاضرات الأخرى. باو عليه أي عددين إذا ضرب عدد في نفسه على شرط أحاده 5. أي عدد إذا أضرب في نفسه على شرط يكون الأحاد ايش قد؟ 5. باو هاي الفكرة الجميلة. مثلا عندي 35 في 35، أضرب 5 في 5 25، أنزلها بدون باليد. أما رقم العشرات اللي هو 3 أضربه في رقم يزيد عنه ب1. هي 3، الرقم اللي يزيد عنه ب1 هو من هو 4. أضرب 3 في 4 راح يصير 12. إذا 35 في 35 1225. أخذ وحدة ثانية، 75 في 75، 5 في 5 25. 7 أريد أضربها في رقم يزيد عنها بيش؟ ب1، هي 8. 7 في 8 56، يصبح الناتج 75 في 75 5600 وش قد؟ 25. أكتفي لهنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.